رجعنا لكم مرة تانية مكملين معاكم فقراتنا النهارده من صباح القاهرة، وبيسعدنا يكون معانا ضيفنا الأستاذ شعبان محمد شعبان، باحث ومخترع. وزي ما انتم شفتوا في التقرير اللي معانا، هو قام بعمل لحام للإطارات مختلف جدا عن اللي موجود، وحاجة يعني هو أسرع كمان لحام الإطارات في العالم. وطبعا حضرتك ليكي اختراعات كتير قوي في مجال السيارات وتطوير زراعة النخيل، تكنولوجيا الاتصالات. بس بالنسبة للإطارات لها مشاكل كتير أثناء الاستخدام، منها موضوع الثقوب. يعني سائل مركب كيميائي، المركب الكيميائي ده بحطه داخل الكاوتش عن طريق الحقن، بيلحم الثقوب اوتوماتيك. تمام. المنتجات ده موجود منها على مستوى العالم قبل كده 4 منتجات. مش لازم نسمي اسماء المنتجات، المهم المقارنه ما بيني وما بينهم. التكلفه اقل، العمر الافتراضي اطول، سهوله الاستخدام. يعني المستخدم بدل ما يروح لبتاع الكاوتش ويروح للورشه ويحل. تمام. حرك كده الصحن ده، المادة ظهرت اهي، المادة هنا اهي بقى، اهي موجودة اهي، ظهرت اهي اهي. تمام. حرك كده الزحمة قدام الزحمة سنة، ادي المادة ظهرت اهي اهي، خلاص اهي. تمام. حرك الزحمة قدامك، خلاص كده.